يعني في دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 5000 لاعب من عدة أعمار معينة، يعني من أعمار صغيرة وأعمار كبيرة، تؤكد أن هناك يعني ضربات الرأس تسبب نوع من الخلل في خلايا الرأس. يعني وليش الصور لبنات فقط؟ يعني هل تريد أن تشير إلى شيء معين؟ يعني صحيح صحيح. الصور البنات لأن في أمريكا أكثر يعني المتجهين للعب كرة القدم النساء أكثر من الرجال. فكانت في الدراسة هذه عملت نوع من التخوف لدى السيدات اللي يمارسون لعبة كرة القدم في أمريكا تحديدا. يعني في دراسة أخرى تقول أن معدل الخطر إذا تعدى 1000 ضربة رأس في الموسم الواحد أو خلال عام واحد. الخطر بخطر الموت ولا خطر فقدان الذاكرة أو شيء آخر؟ هو ليس فقدان ذاكرة، من الممكن أن يؤدي طبعا تلف الخلايا في المخ تؤدي إلى فقدان الذاكرة، ولكن يعني لا أريد أن أخرج عن الإطار الرياضي بما أني أنا لست خبيرا في الأمور الطبية. أنا أؤكد لك أن يعني السيدات ذاكرتهم يعني لا تمحى حتى لو ب1000 ضربة يعني بالرأس ولا بأي ضربة. والله يوسف بعض المرات يعني يستحسن بعض التفاصيل يعني تنساها. طيب خلينا في الرياضة. في الرياضة يعني نتحدث عن لاعب إنجليزي لقى حتفه عام 2002، توفي في سنة 52 عندما عملوا دراسة على كان في تلف في المخ. عملوا دراسة على دماغه أثبتت أن هناك خلايا كثيرة تالفة في دماغه، ولا يعني خلايا المخ تتجدد. المشكلة عندما لا تتجدد خلايا المخ. خلايا المخ لا تتجدد يعني بأي شكل من الأخير، دائما الخلايا العصبية لا تتجدد. هذه معلومة يعني أنا لا أريد أن أتفلسف يعني وأني أخرج على النطاق الطبي خبر. لا خليها في الرياضة. خلينا في الرياضة. يعني هناك أيضا من يضع أقنعة واقية نراهم أحيانا. هي في حين الإصابة يضعون أقنعة واقية. في قصة قبل موسم ديفيد أو ستيفن جيرارد لاعب ليفربول سدد تسديدة قوية يعني يصل مداها إلى سرعتها إلى أكثر من 110 كيلومتر، ورد عليها المدافع بالرأس مباشرة. يعني مثل هذه عن 1000 ضربة. ولكن يعني مثل هذه الكور يعني برأيك يعني هذه الدراسة الآن هل يعني ستغير شيئا ما في كرة القدم، قوانين كرة القدم؟ يعني هي لن تغير يعني طريقة اللعب. اللاعب سيضرب الكرة إن كانت يعني جاية على رأسه أو في قدمه، فراح يواصل اللعب بنفس الطريقة.